الفنانة منى جبر. مش الكتير مننا يعرف ان الفنانة منى جبر ما كانتش فنانة ولا ممثلة. منى جبر كانت إعلامية وشاركت في عدد قليل من الأعمال الفنية، من أشهرها فيلم الحفيد. اتولدت منى جبر في 18 ديسمبر 1938، يعني عمرها في 2024 86 سنة. والدها هو اللواء عبد الفتاح جبر. دخلت منى جبر كلية الآداب، وبعد تخرجها وحصولها على ليسانس اشتغلت مذيعة في التلفزيون المصري، وده كان سنة 1960. اشتهرت من خلال برنامجها فن الباليه وبرنامج 2 على الهوا. لفتت منى جبر أنظار المخرجين والمنتجين، وتم ترشيحها لمشاركة في أعمال فنية. وكان من أشهر الأعمال السينمائية اللي قدمتها منى جبر فيلم الحفيد، اللي قدمت فيه دور أحلام أخت ميرفت أمين الكبيرة، وكان جوزها في الفيلم الساحر محمود عبد العزيز. شاركت منى جبر في مجموعة من الأعمال الدرامية، من أشهرها دورها في مسلسل أولاد آدم مع الفنان الكبير الراحل عبد المنعم إبراهيم وسناء شافع. وفجأة كده اختفت منى جبر من الساحة الفنية، وفي أواخر 1989 لبست الحجاب، وما قالتش وقتها إيه اللي خلاها تعتزل الساحة الفنية وتلبس الحجاب. ولكن بعد فترة ظهرت مرة تانية وكشفت عن السبب اللي خلاها تعتزل، وقالت ان اعتزالها للفن نهائيا، وان مفيش حاجة معينة خلتها تعتزل. واكدت كمان انها من البدايات كانت مكررة ان في يوم هتعتزل الشغل نهائي، وده هيكون في وقت معين، هتبدأ صفحة جديدة في حياتها، لان ضغط الشغل واحساسها بان هي بعيد عن اولادها كان احد الاسباب اللي دفعتها للاعتزال. وقالت لقيت اولادي بيكبروا وانا مش موجودة معاهم، لدرجة ان احيانا كنت باخد ابني الكبير معايا في التصوير، لأن كان بيمر أسبوع كامل من غير ما أشوفه. كنت بحس بيه وهو بيبوسني وأنا نايمة، لأني كنت بصحى من نومي أروح الشغل وهو نايم من غير ما نشوف بعض. ولما قررت منى جبر إن هي تلبس الحجاب، وده كان قبل رمضان في سنة من السنوات، سنة 89، وقبل دخول شهر رمضان بشهر واحد، قررت إن يدخل عليها رمضان وهي محجبة. وبعض الناس اللي حواليها افتكروا إن هي هتلبس الحجاب في رمضان بس، لكن ده كان قرارها انها تلبسه بشكل دائم. وقررت ان هي تعيش حياتها مع اولادها ولأولادها ولربها. ولما قررت ان هي تعتزل كانت حريصة ان ما تكونش مرتبطة بأي تصوير، اي عمل فني، عشان ما تكونش سبب في خسارة المنتج، ولانها كانت عارفة انها لما تلبس الحجاب مش مسمح لها ان هي تظهر على الشاشة تاني، وده ما خلاهاش تتراجع عن قرارها. من ابرز أعمال الفنانة منى جبر الحفيد وأنيابه النداهة، كان آخر مسلسل قدمته سنة 1988 لن أنساه أبدا. اتجوزت الفنانة منى جبر مرتين في حياتها. المرة الأولى من راقص الباليه العالمي عبد المنعم كامل. بعد الانفصال والطلاق اتجوزت للمرة الثانية من المخرج هاني لاشين. بعد سنين طويلة ظهرت الفنانة منى جبر أثناء تكريمها في مهرجان فني، حضر معها زوجها المخرج هاني لاشين، وكان شكلها متغير ومختلف طبعا بمرور الأيام والسنين. الفنانة منى جبر ليها أختها الفنانة ناهد جبر، اللي شاركت الزعيم عادل إمام في مسرحية شاهد ما شافش حاجة. وشفنا الفنانة منى جبر بعد مرور السنين ازدادت جمال على جمالها بالحشمة